اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. النهارده بقى كده فلازم الأول بعمل حاجتي دي الأول في المطبخ، وبعد كده بخرج بقى ادخل مثلا اعمل صاله، اغير فرشه، اشيل حاجه ان كنت هغسل او همسح او هشوف هعمل ايه. زي ما انتم شايفين معايا كده، قلت هبدا الاول بالمطبخ. دخلت بقى المطبخ ولقيت مواعين كتير جدا في الحوض. مش عارفه بصراحه المواعين دي كلها بتيجي منين. همسك بقى كده المواعين الاول، اغسلها كلها واشطب الحوض الاول. وبعد كده تعالوا بقى، عندنا البوتاجاز بتاعنا برضو يعني مش نضيف، هنعمله على قد ما نقدر النهارده عشان عندنا شغل كتير. كنت عايزه اشيل الورقه وانضف كله مره واحده، بس هيبقى تعب عليا قوي. يعني ايه، على راي المثل بيقول لك ان كتر الشغل وزعه على الايام. فانا في الايام دي كده بقيت اعمل كده، كنت الاول بعد كله في يوم واحد وابنيه. دلوقتي بقى في ايه، الواحد بيعمل على قده. يعني يعني بنوزع الشغل على الايام علشان ايه نقدر نمشي، لان معانا اولادنا وطلباتهم كتير، فالله المستعان. زي ما انتوا شايفين شطبت كده الحوض وخلصته. ومسكت بقى البوتاجاز، الاول هلم اللي على البوتاجاز ده كده الاول بالحته المبلوله، وبعد كده بالسلكه كده والبريل وهغسله. طبعا تحت البوتاجاز نضيف مفيهوش اي حاجه. بس بوريكم الازازه دي، الازازه دي عورت صبعي وانا بلم الحاجه على فكره. لان الازاز بتاع الترابيزه وانا بشيل الفرش بتاع الصاله اتكسر، فتقريبا اتنطرت وانا بلم الازاز بجيبه في الباسكت هنا في المطبخ، فراحت معوره صابعي. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. فالحمد لله على كل حال. كده خلاص نضفت كده البوتاجاز وظبطته ولميته كده، بعد ما غسلته بالسلكه والبريل مسكت الحته المبلوله بغسلها كده وبروح لما بيها البوتاجاز، ومسكت الحامل بتاع البوتاجاز بقى مسحته ونضفته، وهحط كل حاجه مكانها. تعالوا بقى كده خلاص مطبخنا نضيف وحوضنا متروق. وغسلت الكولمن بتاع الميه ومليته وحطيت هحط فيه تلجايه برضو. مسكت بقى ايه، عندنا ايه، كيلو ونص من البانيه. خلاص همسك كده البانيه هغسله غسله نظيفه، وجبت القطاعه الحته الكبيره بقيت اقسمها اتنين. لان ما شاء الله يعني اللي مقطعه يعني بتاع الفراخ مقطعه حتت حلوه جدا جدا بجد، يعني البانيه بتاعه تحفه. بحب اجيب منه قوي قوي يعني. حاجته نظيفه وبيقطعه حلو. مسكت بقى كده الحته اللي بلاقيها كبيره بروح قطعها نصين. بعد ما اقطعه كده وانضفه واغسله، تعالوا بقى نعمله بتتبيله حلوه قوي قوي. وبجد يعني هتعتمديها. ومن ناحيه تانية هنوفر في البيض، يعني مش هخليكي تستهلكي بيض كتير. لان انت عارفين البيض الايام دي في العالي، يعني في العالي قوي قوي يعني. ما شاء الله البيضه باتنين ونص وبتلاتة ونص وحاجات كده بنسمعها غريبه يعني. كده الكولمن بتاعنا اتملى وحطيت فيه تلجية. اغطيه بقى واشيله واحطه مكانه. تعالوا بقى نعمل التتبيله بتاعه البانيه. دول بصلتين كده انا بشراهم وحطاهم في المصفى ورش عليهم شويه ملح. رش عليهم شويه ملح ليه؟ عشان يصفوا الميه بتاعتهم، انا عايزه الميه بس مش هاخد التفل. كده صفيت التفل كويس جدا واخدت الميه. هحط على الميه بتاعه البصل عصرتين ليمونتين، يعني عصره ليمونتين. ورشه فلفل اسمر، وهحط بابريكا، وهحط توابل فراخ، وهحط ملح. بس مش هحط زياده عن كده. وهحط ايه تاني؟ بس هو كده اهو. يعني ايه، فلفل اسمر، بابريكا، توابل فراخ. لو مش عندك توابل فراخ حطي توابل لحمه عادي اللي هي السبع بهارات دي. وهحط ملح، اقلب كل المكونات الحلوه دي مع بعض. وبعد كده هنزل عليهم بالبانيه. وهحط بقى معلقه من الخل. خلاص هحط بقى معلقه خل. وهقلبهم برضو تقليبه حلوه كده. ونسيبه بقى كده يشرب ويتبل من التتبيله الحلوه اللي احنا عاملينها له دي. اهو بس بصوا بجد تتبيله هتعتمدوها. تعالوا بقى، انا كنت مسحه بس ما صورتش معاكم وانا بمسح، كنت شايله السجيد دي كلها ومنفضاها. ومسحت بره وجوه ومخليه الدنيا كلها زي الفل. وقلعت الفرش. خلاص تعالوا بقى نلبس الفرش مع بعض. عقبال ما البانيه بتاعنا ما يتبل ويقعد حبه حلوين كده في التتبيله. يعني ما شاء الله زي ما قلت لكم انا بدخل الاول على المطبخ ليه؟ لان في ناس مسؤوله مني وهيجوا لازم يجوا يلاقوا غدا. خلاص انما لو انا وعيالي هيبقى براحتي بصراحه يعني. انما لما بيبقى في مسؤوليه وراكي، وفي مثلا حماتك او حماكي مسؤولين منك، فانت بتخافي ان انت تتاخري على الاكل يجوا ما يلاقوش الاكل اتعمل. فاهم شيء، ببقى بعمل بره وجوه. فادعوا لي بقى دعوه حلوه من قلبكم كده، ربنا يعيني ويقويني على اللي انا فيه. ويعين كل واحد على الشيله اللي هو شايلها، اللهم امين. كده انا خلاص ظبطت، فلبست الاكياس الاول كده. طبعا بشيل الحاجه دي، الازاز بتاع الترابيزه اللي هي على جنب دي اتكسر. فمش عارفه، سبحان الله الحمد لله على كل حال، معرفش وقع ازاي بجد، وقع اتكسر فلميت الازاز وعور ايدي، فالحمد لله يعني.
كده خلاص بقى نفرش الفرش بقى بالمره زي ما انتم شايفين كده. انا لبست الاكياس الاول عشان تسهل عليا، وبعد كده بقى بروح حاطه فرش الكنب بفرشه وبحط عليه حته من فوق كده يعني بتحافظ عليه، وبعد كده اروح رصه المساند. خلاص يلا بقى اللي وصل معايا في الفيديو لغايه هنا يحط لي لايك، ما تبخلوش على اختكم حبيبتكم باللايك. اللايك بتاعكم اللي بيدعمني، اللايك بتاعكم اللي بيرفع الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين. دعموني باللايك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده خلاص الكنبه اتظبطت، ونرص بقى المساند كل حاجه مكانها. وبره ما شاء الله برضو مسحه وغسله البلكونه وكل حاجه ما شاء الله اللهم بارك كده زي الفل. بس كده خلاص رصينا بقى المساند. تعالوا بقى نفرش الكنبه التانية بالمره. فرشتها وحطيت المساند بتاعتها، وده الشكل النهائي بتاع الصاله بعد ما اتفرشت. بجد تحسوا بالنظافه. ودي اوضه البلكونه برضو الفرش بتاعها نظيف. انا شايله كل الدوا والله يا بنات ومسحه ومخليه زي الفل. خلاص بقى قفلت كده وشديت الستاره مكانها. تعالوا بقى نعمل الصلصه بتاعه المكرونه. هنعمل مع البانيه مكرونه كده بصلصه، مكرونه مسلوقه يعني. حطيت شويه زيت في الحله ومعايا بصلايه وسط صغيره كده. ممكن تعمليها بفص توم، بس انا حمايه بيحب المكرونه ببصله وتوم الاتنين مع بعض. فانا بحط البصلايه، ولازم البصلايه تصفر كمان تاخد لون ذهبي. عارفين لو عملت البصله ني في ني يقول لي هو انت عاملاها ني في ني؟ اقول له والله البصله متحمره. يقول لي لا دي ني في ني. فبقعد احمر له في البصلايه عشان يقتنع ان هي متحمره. كده خلاص قلبت البصله لغايه ما اخدت لون ذهبي. نزلت عليها بمعلقه توم مفروم. خلاص التومه بتاعتي هتصفر برضو وتاخد لون مع البصليه كده. هنزل عليها بالطماطم. الطماطم بعد الطماطم بنحط رشه السكر اللي احنا متعودين عليها. نحط رشه سكر، هنحط ملح، نحط بابريكا وفلفل اسمر، وهحط حبه كمون. بحب احط كمون كده للمكرونه بيديها ريحه حلوه. خلاص كده خلاص حطيت بقى رشة سكر، ملح، فلفل اسمر، بابريكا اللي هو الفلفل الحلو عشان يعزز معايا لون المكرونة ويديها لون احمر. وهحط هرش الكمون بس، ونحط ونظبط حاجتنا ونقلبها ونسيبها تتسبك. تعالوا بقى اقول لكم على تركية بقى حلوة كده توفر معانا البيض. عشان ما نعملش بيض ونهلك 6 7 بيضات، لا. هنعمل بقى الطريقة دي عشان انتوا عارفين البيض غلي. خلاص بقى بعد ما البانيه بتاعي اتبل وبقى زي الفل، جبت بيضتين بالظبط. رحت حطيتهم وقلبتهم على البانيه. طبعا حاطين معلقه خل، محدش يقول لا يبقى زفر. الخل طبعا بيمنع زفاره البيض. والله العظيم اقسم بالله جربوه كده وقولوا لي ايه رايكم، طعمه تحفه. خلاص كده قلبت عليه البيضتين، ومعايا بقى بقسماط مطحون. باخده كده من البيض على البقسماط على طول، واضغط عليه بايدي ضغطه حلوه كده. اهم شيء شبعيه كده بالبقسماط واضغطي عليه من الجنبين من هنا ومن هنا. بس كده خلاص بعد بقى ما ضغطت عليه وخلصته كده ما شاء الله. حطيته في التلاجة حوالي نص ساعة، وبعد كده جبت القلاية بقى او الطاسة اللي هقلي فيها زيت كده وفير. الزيت بتاعي سخن، نزلت بالبانيه، ومعايا على العين التانية حلة كده فيها مية عشان نسلق المكرونة. والتسبيكة بتاعت المكرونة ما شاء الله لونها تحفة زي ما انتوا شايفينها معايا كده. قلبت بقى البانيه اخد لون من الجنب ده، واروح قلبها على الجنب التاني. حطيت بقى ملح للمية، وحطيت شوية زيت، وهننزل بكيلو ونص من المكرونة. بس كده خلاص اقلب بقى المكرونه واسيبها تتسلق. تعالوا بقى كده نطلع البانيه. جبت طبق كده وعليه منديل مطبخ، واطلع بقى البانيه. مش قادره اقول لكم تحفه. الطبق اللي بره كريسبي وحلو قوي قوي. وبجد يعني جربوه كده بالطريقه دي هيعجبكم جدا، ومن ناحيه تانية هيوفر معاكم كتير. بس كده خلاص هرص بقى الرصه التانية. برضه هتاخد لون ذهبي. يعني هقلبها على الجنب التاني برضه لغايه ما تاخد لون حلو ولونها موحد. هطلعها بقى زي ما انتوا شايفين معايا كده. خلاص المكرونه بتاعتنا دخلت على سوا اهي. خلاص كده هطفي عليها النار واصفيها من الميه. بس كده خلاص. تعالوا بقى كده بعد ما خلصنا البانيه وقليناه، تعالوا بقى نقلب المكرونه. كده المكرونه بتاعتنا اتسلقت معايا بقى على العين كده. الصلصه بحطها في الحله اللي هقلب فيها المكرونه. تعالوا بقى هنقلب المكرونه وبعد كده هنغرف. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وده روتيننا. يا رب يكون الروتين بتاعنا بينقل لكم طاقه ايجابيه، واكون ضيفه خفيفه على قلبكم. ويكون الفيديو بتاعنا بيعجبكم. يلا بقى اللي لسه مشتركش في قناتنا يشترك تحت الفيديو، كلمة اشتراك بالأحمر يضغط عليها يزود عيلة نادية في المطبخ. تعالوا بقى حبايب قلبي نغرف. وده كانت سفرتنا النهاردة، وده الفيديو بتاعنا النهاردة. تعالوا نغرف بقى المكرونة ونشوف البانيه الجميل اللي احنا قليناه ده بطريقة حلوة ان شاء الله تعجبكم. اللي بيعمل البانيه بنفس طريقتي يكتب لي في الكومنتات ويقول لي ايه رأيه. ادي الليمون اللي احنا كنا مخليينه ومكرونة، وادي البانيه ومعنا عيش طبعا. بصوا البانيه عامل ازاي، بجد تحفة.
جربوه بقى كده بطريقتي وقولوا لي ايه رأيكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. يلا سلام عليكم.